هم استعبدوك، خلوك عبد للجايد لاينز وعبد للاراء FDA وعبد للجمعيه الامريكيه للسكر وعبد للجمعيه الامريكيه لصناعه المرض. صنعوا فيك المرض وخلوك انت عايش في الوهم. الفراخ النافقه بتتشوي في محلات الشوايات وعيالك بياكلوها. النافقه يعني ماتت. طب كان عندي النهارده مريض وعنده مزرعه فراخ وقال لي ان المزارع الفراخ اللي ما بتعرفش ربنا بيحقن الفرخه وهي صغننه كده حقنه جنتامايسين. الدكاتره هيفهموا كلامي. جنتامايسين ده جرام نيجاتيف انتي بايوتيك بس محرم ليه؟ ده منه توكسيستي بيبوظ الكلى. يعني الجنتامايسين العيله دي كلها بتعمل اوتو توكسيستي بتبوظ عصب الودان. فالجنتامايسين هو بيحقنها في بدايه الدوره بتاعتها، يعني بدايه دورتها كفرخه وهي صغيره. فعقبال ما عشان تكبر كمان، اصل الجنتا بتكبر، ما هو الجنتا بتكبر الفرخه. خلي بالك المضاد الحيوي والكيماوي بيزود العيان وزن. ليه؟ انت يا باشا بتاكله في بقه مضاد حيوي او بتحقنه مضاد حيوي، فانت بتقتله بكتيريا بطنه فبتعمل له عسر هضم. يعني انت اصلا عملت له عسر هضم بالبكتيريا دي، قصدي بالمضاد الحيوي ده. فانت تخنت، انت لعبت في المجتمع الميكروبي اللي انا حكيته من شويه بشويه ايه؟ بشويه مضاد حيوي. هو بيحقنها الجنتامايسين. انت بقى بتبلبع الجنتامايسين ده في الكبد والقوانص وفي لحمتها. يعني انت وعيالك بتاكلوا سالمونيلا وجنتامايسين، بتاخدوا سالمونيلا مركزه من جلدها وتحتيه، وبتاخد كمان جنتامايسين يا باشا، جرعات بسيطه كده بقى. تاكل الفرخه بجنتامايسين وتهضم بالرجلين بالجناحه وترجع تقول